به الأرواح تصفو كالغمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، وستكون وقفتنا اليوم إن شاء الله مع الجزء السادس من كتاب الله جل وعلا. وقد وقع الاختيار على آية من الآيات العظيمات المباركات التي تحدث الله فيها عن بني إسرائيل، حيث يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذه الآية العظيمة من آيات الله جل وعلا، وهي من سورة المائدة، وتقع في هذا الجزء المبارك الجزء السادس من كتاب الله جل وعلا. يتحدث فيها رب العالمين جل وعلا عن وصف أولئك اليهود لأنفسهم وادعائهم كذبا وزورا أنهم من أحباب الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فالله جل وعلا يبتلي العبد ويمتحنه، ومعيار ذلك هو الواقع. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي إن كنتم تحبون الله عز وجل حق الحب، فلماذا يعذبكم بهذه الذنوب التي تعملونها من الكذب والافتراء والخيانة ونقض العهود وغير ذلك، وادعاء أنكم أبناء الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهنا وقفتنا مع مسألة مهمة، وهي ادعاء حب الله جل وعلا، مما تسمعه حتى من بعض المسلمين اليوم، ممن يدعي حب الله أو اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتجد أن ذلك فقط بمجرد اللسان، ولا يوافقه القلب ولا يوافقه حقيقة العمل. وقد جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا الامتحان الحقيقي لادعاء أو لمن يدعي حب الله جل وعلا، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي إن كنتم تحبون الله حق الحب، فمعيار الحب الصادق أن تتبعوا أوامره وشريعته، وأن تهتدوا بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله حقيقة ثابتة لا محيد عنها، وهي أن الله عز وجل لا يعذب أحبابه، بل يبتليهم في بداية الأمر حتى يعالج أحوالهم ويؤدبهم بآداب الشريعة والسنة النبوية، كما كان لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. فقد كان كما تعلمون نبينا عليه الصلاة والسلام قد أقبل على التعبد في الغار لوحده والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، وكأنما تكون هذه المرحلة هي مرحلة استباقية لبعثته عليه الصلاة والسلام. وحياة الإنسان معاشر الإخوة والأخوات تمر دائما بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يؤدب الله عز وجل الإنسان حتى يبتليه ويمحص ذنوبه، وحتى يمتحنه ويختبره، حتى ينقيه من الشوائب. فإذا نجح في هذه المرحلة وفقه الله عز وجل، أو دعنا نقول يبتليه رب العالمين جل وعلا بالابتلاءات، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي لأجل الابتلاء والتمحيص واكتشاف دواخل هذه النفس حتى يكتشف صلاحها من عدم ذلك. فإذا نجح العبد في هذه المرحلتين السابقتين، وفقه الله عز وجل إلى مرحلة التكريم، أن يكرمه الله إما بالبعثة والرسالة كما كان ذلك لأنبياء الله جل وعلا،
ورسله، أو أن يوفق للتكريم بأن يكون من أصفياء الله وأوليائه والأنقياء الأتقياء الأخفياء الذين يمكن لهم في الأرض، الذين يقبل الناس على حبهم، الذين يعني تمسك الناس أو يقتدي الناس أيضا بأفعالهم، وتجد أن لهم الأثر الكبير في الدنيا قبل الآخرة. وهذا أيضا من المراحل التي يختم للإنسان غالبا بها، لكن ذلك كان في البداية لا شك أن له مرحلة من التمحيص والابتلاء حتى يبتلي الله عز وجل الإنسان. فهذه مراحل ثلاث لا يعني يفر منها أحد غالبا، حتى أن كثيرا من الأنبياء والرسل والأصفياء والأتقياء والأنقياء مروا بهذه المراحل الثلاث. نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال رعى الغنم، آذاه قومه، مات جده عبد المطلب، مات عمه أبو طالب الذي كان يناصره، ماتت زوجته خديجة رضوان الله تعالى عليها التي ناصرته في بداية الدعوة، مات 7 من أبنائه، 4 من الذكور و3 من الإناث. يعني نبيك عليه الصلاة والسلام أيضا حصلت له من المواقف التي فيها من التمحيص والأذى، وكما حصل أيضا في يعني من قومه أو حتى من أهل الطائف وغيرهم. كل هذا هي مرحلة استباقية لتمكين الإنسان حتى يكون بإذن الله ناجحا بعد ذلك. أدعكم مع هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله جل وعلا. من أعظم التوفيق الذي يوفق له العبد المؤمن في دنياه أن يحب الله جل وعلا. هل تعرف ما معنى محبة الله؟ أنت إذا وفقت لحب الله جل وعلا وفقك لفتح أبواب الطاعات، وفقك لحب المساجد والصف الأول وذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك لحب القرآن وسماعه وتلاوته ومدارسته والتخلق بأخلاق أهله وأصحابه. هذا هو التعريف الحقيقي الذي يمنحه الله جل وعلا لمن يحبه، بل أن قلوب العباد كلها يعني تتفتح للصاحب القلب المؤمن، بل أن الله عز وجل يضع القبول للعبد في الدنيا ويحبه أهل السماء، وينادي جبريل في السماء أن الله عز وجل يحب فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. أنت تشاهد فلان أو فلان ربما لا تعرفه، بل ربما لا تشاهده أحيانا وتسمع به، ولكن قلبك ينقاد لحبه. أنت تسمع بأبي بكر رضي الله عنه، تسمع بالعالم الفلاني، تسمع بشيخ الإسلام تيمية، تسمع بالإمام الشافعي، تسمع بالرجل أحيانا ربما لا يكون مسؤولا أو عالما، فتهفو له نفسك وتحبه وتقدره. كل ذلك بفضل الله عز وجل إذا أحب العبد. ولكن ربما كثير منا يعلم كيف يحب الله جل وعلا، لكن أن يتعلم العبد كيف أن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأن الله عز وجل يمنحه هذه المنحة الربانية. لما قرأ بعض السلف قول الله جل وعلا يحبهم ويحبونه، قال ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم، أن الله عز وجل يطرح لك هذه المحبة أن تحب من الباري سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا من أعظم المنح منه جل في علاه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الطبيعي يعني من فضل الله عز وجل أن يرضى عن العباد، لكن أو أن يرضى العباد عن ربهم سبحانه وتعالى لما أنعم الله على خلقه من أنواع النعم، لكن أن يرضى عنهم، أن يحبهم، فهذه ولا شك مزية كبرى. طيب، الذي يتبادر الآن إلى الأذهان، كيف أحب الله عز وجل حتى تحصل لي المحبة منه سبحانه وتعالى؟ وهذا سؤال ولا شك من أعظم أو من أهم الأسئلة التي يحرص عليها المؤمن. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون نبي الله عليه الصلاة والسلام عن كل ما يقربهم إلى الله جل وعلا، ويحرصون على ذلك. أي الإسلام أفضل؟ دلني على عمل إن فعلته دخلت الجنة، وسائر هذه الأسئلة من الصحابة الكرام. فنقول أعظم ما يوفق به العبد لمحبة الله جل وعلا أن يلتزم العبد أوامر الله سبحانه وتعالى، يلتزم بطاعاته، بصلواته، بقراءته للقرآن، ببره لوالديه، بالإحسان، بالصدقة، بكثرة الذكر، بفعل الواجب وترك الحرام. هذا كله مما يعني يورث محبة الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الوسائل أيضا أن يقتدي الإنسان بنبيه عليه الصلاة والسلام، أن يكون سمته ودله وهديه وأكله ومشربه ونكاحه
كله على منهج الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، أن يحب الخلق، ألا يريد أن يؤذيهم، أن يحب الخير لغيره، هذا كله من علامة الإيمان. وكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله عز وجل أن يمنحنا المحبة الحقيقية له سبحانه وتعالى، وأن يرضينا ويرضى عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.